السلام عليكم، ازيكم يا باشمهندسين. انا النهارده هكمل على الفيديو اللي فات اللي هو انا كنت بشرح فيه الكود الامريكي في الزلازل. النهارده بقى هدخل ازاي نعمل الكلام ده على البرنامج الايتابس باذن الله. فاحنا اول حاجه بنعملها من قائمه ديفاين. احنا عندنا قلنا في طريقتين، لا اما ندخل نحل بالاستاتيك، لا اما نحل بايه بالديناميك. طيب الكود الامريكي برضو في حاجه ان هو قال ان احنا ممكن ندخل الديناميك والاستاتيك في نفس على نفس البيلدنج اللي عندنا. تمام. ومفروض ان نسبة الحمل الديناميك على الاستاتيك ما تتعداش 85%. فانا النهاردة بإذن الله هشرح ازاي ندخل الطريقتين. اول حاجة هنبدأ بيها ان احنا ازاي ندخل الحمل الاستاتيك. تمام. ازاي؟ من قائمة ديفاين. من قائمة ديفاين بندخل على ايه؟ اللود باترن. نقوم جايين عاملين حالة تحميل اي كيو اكس. تمام. والتايب بتاعها نختاره ايه؟ سايزميك. وطبعا الويت بتاعها بزيرو لان احنا هندخل الاحمال. والنوع بتاع الكود ايه هنستخدمه؟ اللي هو اسكي 7 10، اللي هو اسكي 7 10. تمام. اد نيو باترن. وهنقوم جايين عاملين ايه؟ موديفاي لاترال لود. احنا دلوقتي واخدين في اتجاه اكس، فهنشيل كل العلامات من قدام واي. هنسيب اكس في اتجاه موجب واكس في اتجاه سالب زي ما اتفقنا في الفيديو اللي فات. طيب الاكسنتريستي ريشيو قلنا بناخدها ايه؟ طبقا للكود بتبقى 5%، فدي مش هنغير فيها حاجه. التايم بيريود دي هنخلي البرنامج يحسبها، فبنختار اللي هي البروجرام كالكيوليتد، اللي هي ايه زي ما اللي هو الاختيار التاني ده. طيب الزلازل، انا كان عندي هنا المبنى 18 دور، فطبعا الزلازل بتأثر من البيز لحد الدور الاخير اللي هو الدور ال 18. السي تي الرقم ده اللي هو بيتساب زي ما هو كده ايه، 8 من 10 و2 من 100. طيب بعد كده بننزل على الفاكتورز اللي بعد كده اللي هي قيمة الار دي. الار اللي هي الريسبونس موديفيكيشن دي، قلنا كنا شارحينها في الفيديو اللي قبل كده ان هي بتعتمد على النوع اللي انا مستخدماه عشان اقاوم الزلازل. فانا كنت هنا في المبنى ده مستخدمة شير وول، فالار بتاعه تبقى بكام؟ ب5. قيمة الأوميجا والسي دي هنسيبها زي ما هي. طب الإكوينسي امبورتانس اللي هي قيمة الأي دي، معامل الإشغال ده كان مبنى سكني عادي، فكانوا القيمة من الكود ب1. تمام. ندخل على بعد كده، عايزين نفهم كده اللي هو الاس اس والاس 1. الاس اس والاس 1 زي ما اتفقنا في الفيديو اللي قبل كده، ده بنجيبها منين؟ من مكان المبنى، او قلنا الطريقه الاسهل ان احنا ندخل نجيبها من تقرير التربه. فمثلا هنفترض ان الارقام دي كانت طالعه من تقرير التربه. السايت كلاس اللي هي نوع التربه، A ولا B ولا C، ده برضو نجيب الرقم ده من، مثلا هكتبها ان هي اخليها C اللي هي جايه من تقرير التربه، ان التربه مثلا ايه؟ ضعيفه. السايت كوفيشنت الاف اي والاف اي في ده البرنامج هو بيحسبه لوحده. تمام. والاس دي اس والاس دي 1 زي ما اتفقنا قبل كده، ده البرنامج برضو بيحسبه لوحده. تمام. نعمل اوكي. بعد كده ندخل نشرح الاي كيو. ندخل على حاله التحميل الثانيه اللي هي الاي كيو واي في اتجاه واي، برضو نفس النوع سيزميك، والكود اللي هو الاي اس الاسكي 710. اد نيو لود. نعمل موديفاي نفس اللي عملناه في الاكس هنعمله في الواي، بس هنشيل ايه؟ العلامات ده كده. فاحنا هنا ايه؟ من البيز ل1، وهنا الار كنا عاملينها ب5 دي كده. تمام. وقلنا دي هنخلي التربه هنا سي. تمام. ونعمل اوكي. كده احنا عرفنا ايه؟ كده احنا عرفنا الزلازل في اتجاه اكس واتجاه واي بالطريقه مين؟ احنا دلوقتي بندخل الطريقه الاستاتيك طبقا للكود الامريكي. طيب بعد كده تاني خطوه بنعملها، بنعرف حاجه اسمها الماس سورس. الماس سورس ازاي بنعرف الماس سورس؟ هنلاقي الام اس اس ار سي ده البرنامج موجود فيه تلقائي يعني، فاحنا ممكن نقوم جايين عاملين عليه موديفاي، ونقوم جايين عاملين، احنا قلنا الماس سورس اللي هو الوزن. تمام. ده قلنا ان هو بناخده كل حمل الديد لود زائد جزء من اللايف لود. الديد لود قلنا واخدينها ب1، ونقوم جايين ضايفين هنا كده اللايف لود. في المباني السكنيه قلنا بنضرب اللايف لود في كام؟ في ربع. اد. تمام. وهنا بالنسبه للماس سورس بنبقى مختارين تالت اختيار، وهنا في الماس اوبشن بنبقى مختارين اول اختيار وتالت اختيار، والاختيار اللي في النص ده بنشيل علامه الصح من عليه. نعمل اوكي. اوكي اوكي. تمام. يبقى الخطوه الاولانيه احنا عرفنا اللود باترن، الخطوه الثانيه دخلنا في الماس سورس. طيب احنا كده عرفنا مين؟ كده عرفنا الاستاتيك. تمام. هندخل بقى على تعريف الديناميك. لو احنا عايزين نعرف الديناميك هنعرفه ازاي؟ من قائمه ديفاين وفانكشن، وندخل على حاجه اسمها الريسبونس سبيكتروم، ونعمل نختار من هنا الكود اللي احنا شغالين بالكود اللي هو اسكي 710. اد نيو فانكشن.
مثلا هنسميه ريسبونس. تمام. وهنا كده اللي هو بنختار اللي هو اليوزر سبيسيفايد. الاس اس والاس 1 زي ما اتفقنا المفروض ان احنا بنجيبها منين؟ من كود من الجاسة وتقرير التربة. اللونج تايم بيريود ده مش بنغير فيه. السويل كلاس احنا واخدينها سي. هو هنا برضو حسب الاف اي والاف في، وهنا حسب الاس دي اس والاس دي 1. والاهم حاجه نكون مختارين لينير اللي هي العلاقه في الاكس واللينير واي. تمام. ونضغط على كونفرت ونعمل اوكي. اوكي كده يبقى احنا عرفنا مين؟ منحنى الريسبونس سبيكتروم. طيب الخطوه اللي بعد كده، احنا الماس سورس عرفناها. الماس سورس بتبقى مشتركه في حاله اللينير وحاله حاله الستاتيك وحاله الديناميك. طيب الخطوه اللي بعد كده بندخل على حاجه اسمها اللود كيسز. اللود كيسز دي بنعرف فيها ايه؟ هنلاقي هو اصلا تلقائي معرف الاي كيو اس، الاي كيو اكس والاي كيو واي اللي هي بتاعت مين؟ حاله الاستاتيك. طيب لو احنا عايزين نعرف بقى الديناميك بنعمل اد نيو كيس ونسميها مثلا هنا الريسبونس برضو، الريسبونس. تمام. وبنختار التايب من هنا الريسبونس سبيكتروم. تمام. وهنا كده الماس سورس اللي هي الام اس 1 اللي احنا كنا معرفين عليها، وبنعمل من هنا اد. طيب احنا عندنا ايه؟ اتجاهين، اتجاه الاكس واتجاه الواي. اتجاه الاكس اسمه يو 1، اتجاه الواي اسمه يو 2. تمام معايا؟ خليكم معايا كده. يبقى عندنا ايه؟ احنا دخلنا الاكسلريشن العجله في اتجاه اكس واتجاه واي. طيب ايه السكيل فاكتور بقى ده؟ السكيل فاكتور ده معامل بينضرب فيه قيم العجله اللي هي بتساوي ايه؟ اي في جي على الار. الاي اللي هي قلنا ايه؟ الامبورتانس فاكتور، في الجي اللي هي عجله الجاذبيه، على الار اللي هو الايه؟ قيمه الريدكشن فاكتور. فاحنا لو جبنا كده الاله الحاسبه، قيمه الاي بواحد، عجله الجاذبيه ب9.8 على الار كام؟ بكام؟ ب5. يبقى ده كده الرقم ده مفروض بكام؟ 1.96. وهنا كده 1.96، نفس الرقم. تمام. يبقى الموديل لود كيسز دي بنختار من هنا، نسيبها الموديل زي ما هي. الموديل لود كومباينيشن ميثود ده بنختار اللي هو مين؟ اللي هي السي كيو سي. ده بنسيب الاختيار برضو زي ما هو. الكومباينيشن تايب ممكن هنختارها برضو اللي هي السي كيو سي 3. تمام. بننزل تحت كده بقى هنلاقي حاجه اسمها دايفرام اكسنتريستي، نعمل موديفاي ونخلي. واحنا قلنا الاكسنتريستي بتبقى بكام؟ طبقا للكود 5%. تمام. اوكي. اوكي احنا كده عرفنا مين؟ حاله الريسبونس سبيكتروم. وكده كده هو معرف حاله الاستاتيك اللي هي الاي اكس والاي واي والسكيل فاكتور بواحد. هنا بقى لو دخلنا برضو هنعدل على حاجه شويه حاجات في الموديل، هنعمل عليها ايه؟ موديفاي. تمام. من هنا هو ايه؟ مختار الموديل. هنختار ايه؟ لو هو احنا دايما بنختار ايجن اللي هي الرقم اللي هو الايجن ده، الماس سورس اللي هو ايه؟ احنا معرفينه. هننزل تحت كده، الحاجات دي مش بنغير فيها اي حاجه. الماكسيمم نمبر اوف مودز 12. دي اللي هي ايه؟ المودز اللي هي ايه؟ هيعمل 12 محاوله، 12 اتريشن. فاحنا بنحاول ما نكبرش الرقم ده عن كده عشان ايه؟ البرنامج يبقى خفيف معانا في الحل يعني. تمام. ونعمل اوكي. اوكي يبقى احنا كده دخلنا حاله الاستاتيك وحاله الديناميك. الخطوه اللي بعد كده بنعمل ايه؟ بنحل المبنى. فاحنا بنعمل حاله الحل اهوت. بعد ما ننشأ حل بنعمل ايه؟ بندخل على ديسبلاي شو تيبل، بنختار حاجه اسمها من الاناليسيز ريزلت، بنختار حاجه اسمها ستراكشر من ستراكشر اوت بوت. نعلم عليها تاني كده عشان نختار بس حاجه اسمها ايه؟ بيز رياكشن، ونعمل اوكي. بنيجي على اوت بوت كيس دي بنعمل كليك يمين، بنختار حاله التحميل اللي هو الاكس والواي في الاستاتيك اللي هي الاي كيو اكس والاي كيو واي، وحاله الريسبونس. تمام. بنبقى عشان نختار اختيارات كده بنضغط كنترول واحنا بنختار ونعمل ابلاي. تمام. مفروض بقى ان الكود الامريكي قال لنا ان النسبه من الحمل الديناميكي على الاستاتيكي ما تتعداش ال 85%. فاحنا لو جينا هنا قسمنا كده، هي الديناميك هنا اعلى من الاستاتيك، فكده مش مظبوط. طب عشان نظبط النسبه دي نعمل ايه؟ بنقوم جايين قاسمين كده 601 علامه 9 على 819 و6%، فهتطلع كام؟ 73%. تمام. خلينا حافظين الرقم ده ونجيب الآلة الحاسبة تاني كده في اتجاه واي، نقسم مين؟ الاستاتيكا على الديناميكي اللي هو 601 علامة 9.3 على 8.4 علامة 1.8. دي كده نسبة الحمل في مين؟ في اتجاه واي. بنعمل ايه؟
بنقوم جاي رايحين فاكرين الحل كده، ونعمل من قائمة ديفاين نروح على اللود كيسز، نشوف حالة الريسبونس اللي احنا كنا عاملينها الديناميكية ونعمل موديفاي. بنيجي على قيمة السكيل فاكتور دي وبنعمل ايه؟ بنقوم جايين ضاربين الرقم اللي هو طالع معانا ده بنضربه في 85%. 85% ده اليو واحد ده كان اتجاه الاكس، اتجاه الاكس اللي هو كان طالع معانا كام؟ الاكس اللي هو كان طالع معانا كان تقريبا الاكس 68. تاني في بوينت 68. طيب دي هنرجعها تاني اهو، الاي في الجي على الارض كان بواحد علامة 69 في 85 في 73. كده عدلنا الارقام دي، ونروح تاني نعمل اوكي، ونعمل اوكي ونحل المنشأ تاني. رجعنا تاني بعد ما المنشأ حل عشان نظبط قيمة نسبة الحمل الديناميكي على الاستاتيك ما تعديش ما تقلش عن 85%. فهنشوفها دلوقتي من ديسبلاي تاني، شو تيبل الاستراكشر اوتبوت والبيز رياكشن، ونعمل اوكي. من هنا برضو هنعيد نفس الخطوات تاني. كنا بنحسب ايه؟ الاي كيو اكس والاي كيو واي والريسبونس، ونعمل ابلاي فلتر. طيب كنا بنعمل ايه؟ المفروض الكود قال ان الديناميك على الاستاتيك ما يقلش عن 85%. فاحنا هنا لو قلنا جايبين كده الحاسبة 537 علامة 79 على 601 علامة 93، فالنسبة هنا طالعة كام؟ 89.3. فكده اوكي، يبقى كده في اتجاه واي مسيف. طيب اتجاه اكس الديناميك اللي هو الريسبونس اللي هو 493 علامة 84 على 601 علامة 93، طالع كام؟ طالع 82. كده هو انسيف. عشان نعمله يعني نخليه سيف هنعمل ايه؟ زي ما عدنا الخطوات اللي قبل كده، نقوم جايين ضاربين بنروح للديفاين لود كيسز وندخل على اتجاه اكس، نضرب الرقم ده اللي هو كان الاي في جي على الار، ونقوم جايين ضاربينه نقسم الحمل الاستاتيك على الديناميك ونضربه في 85% من 100. 85 من 100 ونحل تاني هنلاقي الرقم ده ظبط باذن الله. ماشي كده، يبقى احنا شرحنا ازاي ندخل الاحمال بتاع الزلازل بالطريقه ستاتيك وطريقه دايناميك، وعرفنا ازاي بنجيب النسبه ما بينهم. تمام، شكرا.